السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير حبايبي وأصحابي ومتابعيني في كل مكان. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم في موضوع مهم النهارده وملح شوية. كلمني أحد الأعضاء وقال لي معاه 350,000 جنيه وعايز يجيب بيهم شقة في مطروح ويستثمرها. فاحنا المكالمه كانت طويله جدا، يعني انا احنا فاضيين، انا فاضي، ما عادي، ما عنديش مشكله ان انا اتكلم معاه وان انا ادله واشوره. لكن الاستاذ انا اقنعته او قعدنا نقتنع ببعضنا بوجهه نظر بعضنا. 350,000 جنيه ما يجيبوش شقه ابدا 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 استثمار في مطروح. وقعدنا ندردش كتير وقعدنا ندردش في كل الحاسيات اللي ممكن نحط فيها 350,000 جنيه سواء في بلده سواء في بلدي. وسالته سؤال في وسط الاسئله: انت ممكن تاخد شقه في بلدك ب 350,000 جنيه؟ قال لا. طب هو ايه اللي هيخليك عندك في بلدك 350,000 جنيه ما ياخدوش شقه وياخدوا عندي شقه في مطروح؟ سؤال برضو يطرح نفسه. يعني مفيش. ما هي الحديد هناك هو الحديد هنا وهنا اغلى، والاسمنت عندك هو الاسمنت هنا هو اغلى، وهنا البلوك عندك هو البلوك هنا هو اغلى، والبنايه هي البنايه، ومصر واحنا كلنا بلد واحده. ف 350,000 جنيه ما يجيبوكش شقه استثمار في مطروح. لكن هل يجيبوك شقه في مطروح؟ ممكن تاخد شقه في مطروح في المساكن الشعبيه من 150,000 من 120,000 بدايه لعند 300,000 جنيه للمساكن الشعبيه، والاهالي من 300,000 جنيه ل 350 و400. استثمارك يبدا من 450,000 جنيه في مطروح. اقل من 450,000 جنيه، طبعا انا في منطقه العوام لو انتم شايفينها ورايا في الفيديو، اقل من 450,000 جنيه يا جماعه مش استثمار ابدا ابدا، ولا يعرف حاجه عن الاستثمار، لان 450,000 جنيه هتكون شقه ميته. طيب لو بعتها بعد 3 سنين، هو بيقول لي كده، لو بعتها بعد 3 سنين وكملت المبلغ زياده شويه، هل تكسب؟ طيب الاجابه هنا، احنا في وضع اقتصادي للبلد الله يعلم به، كل يوم بننام بالليل ما نعرفش هنقوم الصبح ايه اللي جاهز لنا. بمعنى لو فرضنا ان الوضع الاقتصادي الحالي ثبت على كده، بعد 3 سنين شقه ب 350,000 جنيه ما تكسبش فلوس. ولكن اذا كنت هتاخد شقه ب 350,000 جنيه ولا 300,000 جنيه ولا الحد الادنى من الفلوس، خد شقه مميزه، ما تاخدش شقه معيوبه، ما تاخدش شقه والسلام انك تقول احط فيها فلوسي اللي بعد كده. لو انت فكرت بالمبدا ده هتضيع فلوسك. فكر انك تحط فلوسك في مكان اما تيجي تبيع تعرف تبيع. يعني ان كانت حتى هتاخد شقه في مكان شعبي، تاخد شقه مميزه في الشعبي. ليه؟ عشان تلاقي بدل الزبون 10 يشتري منك مباشره. لكن لما تاخد نفسك وتسيب نفسك للشقه، تاخد شقه وخلاص تحط فيها الفلوس عشان بعد 3 4 سنين يكون معاك مبلغ تاني وتبيعها، انت كده خسران من كل النواحي. طيب انا استثمار 450,000 جنيه فين؟ في اماكن كتير في البلد الرئيسي منها الفيروز وباب البحر. باب البحر في اماكن محظور الشراء فيها او انصحكم ما تشتروش فيها، وفي اماكن كتيره تشتري فيها ثالث رابع نمره. دي مش احسن حاجه في الاستثمار لكنها بتستثمر، ما بتدخلش احسن حاجه في الفلوس لكنها بتدخل. اذا يبقى من اول 450,000 ده دلوقتي برضه، عشان ممكن بعد سنه 450,000 جنيه هم قيمه 350,000 جنيه برضه. انا ما اعرفش الاقتصاد بتاعنا عامل ازاي، انا بتكلم النهارده اخر 11 2022 عشان كلامنا يكون واضح. الاقتصاد الجنيه كل قيمته قلت، يعني الشقه من 350 ممكن بالسنه الجايه ب 450، وانت ساعتها 450 مش هم قيمه 450 دلوقتي، فده مش بتاعنا. فانت يا حبيب اخوك هنتكلم على وضع النهارده. لو معاك 350,000 جنيه حطهم في شقه مميزه في الاماكن اللي مش استثمار. لكن لو لقيت شقه استثمار ب 350,000 جنيه، فانت كده يا اما بتضحك على نفسك يا اما بيضحك عليك، يا اما انت عامل نفسك ان ما بيضحكش عليك عشان خاطر اما دي ظروفك. لكن ما تعرفش ان دي ظروفك دي ممكن تلبسك انك تلاقي نفسك في شقه مش مميزه. طبعا عايز اقول في شقه مش مميزه وشقه معيوبه. ما انت ما فكرتش ليه؟ انا بلاقي عروض كتير على النت، شقه ب 200,000 جنيه 250,000 جنيه، وشقه بيقول لك عقد ازرق. مين قال لك؟ لو انت مصدق الكلام دوت. عامة يا حبيب اخوك، انت يا عم صادق وصاحب الاعلان صادق، خد الورق بتاعك واطلع على مجلس المدينه واطلع على المحافظه واطلع اساسي على الشهر العقاري اللي في مول برج بهرون اللي في شارع السويه ومنتجات سيوه. ليه الاماكن ديت؟ عشان الاماكن ديت فيها ايه يا دهاني؟ فيها ايه بتقول؟ في الاماكن ديت فيها استعلام عن كل مباني مطروح، هتقدر تسال وتعرف سعرك كام. يعني من الاخر يا جماعه الخير، ازاي تستثمر فلوسك لغايه 350 400 الف جنيه؟ دي مش استثمار. من اول 400 هتلاقي كتير، بس طبعا كل شقه حسب امكانياتها وحسب ظروفها حسب المساحه مش شغلاك قوي، لان دي بلد مصيفيه. يعني موضوع المساحه ده لازم تقول يعني متر يقف بكام؟ لا، يعني مثلا في شقه 60 متر 65 متر اول نمره على البحر عامله 2 مليون جنيه، وفي شقه اول نمره على البحر عامله مليون جنيه، وفي شقه
120 و150 متر وعامله 300,000 جنيه في تقسيم زي تقسيم الشرطه. ما هو المكان يحكم، المكان يحكم. يعني اللي عنده شارع رئيس بلده ايا كانت بلده في حته مش زي اللي عنده شارع جانبي. كل مكان وليه ظروفه وكل مكان ليه فلوسه، كل مكان على قده. فانا الاخ ده هو بيقول لي طب احط فلوسي في شهاده استثمار. بص يا حبيبي اخوك، الموضوع فيه تفصيل كتير وفيه وش كتير. انا في غنى عنه، انا راجل بستثمر فلوسي، انا بستثمر فلوسي وان انا ايه يعني بحط فلوس على قد امكانياتي. العقار فيه ميزه انه ثابت. اما حطيت فلوسي في مشروع مع صديق ليا، الفلوس تبخرت كلها راحت. ليه؟ بتسحبها جنيه في جنيه في جنيه في اتنين، فلوسك بتروح. المشروع خسر، المشروع كسب، فلوسك بتروح كذلك. اما موضوع البنوك مش بتاعي، مش كلامي، لكن اذا حددت الفايده اصبحت ربا. ماليش علاقه بقى بالكلام ده، مش قصتي اللي بتكلم فيها، انا بتكلم في نقطه ثانيه خالص. هي انت تعرف تشيل فلوسك معاك لما تجمع مبلغ على بعضه؟ خلاص شيل. لا ما تعرفش، حطها في اصل. الاصل ده العقار. كنا في السعوديه بنسموا العقار الولد الصالح. العقار ده اللي هي شقه معاك امكانيه تستثمر فوق ال 500,000 اللي عند 3 مليون، انت كده يا باشا برنس واستثمارك صح وفلوسك داخله صح. لكن ما معكش امكانيه تعمل ده، انصحك حافظ على القرشين على ما تقدر تدبر امورك. النصيحه اللي انا هعمل بيها واللي انصحك تعمل بيها انك تجمع حد من اصدقائك الشخصيين وتخشوا مع بعض في مشروع، في شقه. يعني هات واحد معاك صاحبك وخشوا في شقه واحده بس، شقه شاليه يكون مميز وحلو، واشتغلوا مع بعض، والحسنه الافهم ودنين ياخدوها اتنين. وبدل ما تاخد حاجه بالقسط تفضل تقسط 10 سنين وقيمه الشقه ما زادتش، تيجي تبيعها بنفس الفلوس. ساعتها هتقنع نفسك وتقول ان انا خدتها ب 700,000 ساعتها عشان كانت قسط، هبيعها النهارده ب 700,000. انا كده مش خسران، لا انت خسران، خسران كتير. لكن لو جبت واحد زي فلان زي علان دخل معاك، اخوك اختك صاحبك صاحبتك، يعني كده صاحبتك انت، كل واحد منكم دخل حد ثقه معاه في الموضوع ده وخدتوا شقه على قد امكانياتكم. بس خدوا ما دام دخلتوا اتنين، خدوا حاجه فوق 600 500 600 حاجات بقى ايه زي بورتو مطروح، زي شاليه مميز، الكلام دوت. لما هتعمل ده مع واحد صاحبك بعد 3 4 سنين، بدل ما كنتوا هتبيع بنفس القيمه هتبيع بقيمه اكبر، لا بعد 3 4 سنين هتاخدوا شاليه جديد هتقسموه ما بينكم انتم الاثنين. في الحاله ديت انتم برنسات، انتم كسبتم، كل واحد فيكم ياخد شاليه، ربنا يوسع على الجميع. بس انا بتكلم كلام عام، اللي انا ارضاه لنفسي ارضاه لك، وانا ارضى نفسي اللي انا قلته. اللي انا قلته ده انا ارضاه لنفسي. انا شايف ان اللي ما يقدرش يعمل ده مع حد غريب مع نفسه يعمله مع واحد صاحبه. بس النصيحه الوحيده اعمل مع واحد صاحبك لله، يكون محترم، يكون انسان يخاف ربنا، يكون هيسيبك تاكل عيش مش هيقرفك. ما يجيش مثلا يوم العيد اسبوع العيد يقول لك انا هطلع مطروح الاسبوع ده، اللي هو اسبوع العيد اللي هو مثلا في الاسبوع ب2 و3 بالنسبه للايجار. طب يا حبيبي يعني انت جاي في الاسبوع المميز بالنسبه لي مفيش مشكله، عايز تطلع اطلع، بس شيل بقى الليله. يعني كان الايجار المؤجر بكام؟ ب 2000 يا عم، ليك انت ب 1800، ليك انت ب 800. يعني خليك ميز سن عنه وخلاص، مالكش حل غير كده. لكن الله المستعان، نسال الله جل وعلا لنا ولكم السداد والتوفيق والقبول، وربنا يتقبل منا الاعمال ومنكم صالح الاعمال. اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معكم ابو حنين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برعايه الله وامنه. سلام.